عارف ليه البراندات مش بتكبر؟ مش بسبب إن هم ما عندهمش budget كفاية أو ما عندهمش team قوي، بسبب الperformance marketing. أنا عارف إن دي هتصدمك، بس بسبب إن هم مركّزين على الperformance marketing وناسيين إن هم بيبنوا brand. طبعًا أنت هتقول لي إيه مشكلتك مع الperformance marketing وليه أنت شايفه إن هو اللي ما بيبنيش الbrand؟ خلّيني أقول لك إن أغلب الperformance marketers لسه بيoptimizeوا على الCTR والROAS. دايمًا عايزين more ROAS ودايمًا تعبين الcreative team. طبعًا الcreative team هيتبسطوا أوي من الكلام اللي أنا باقوله. دايمًا عايزين creatives، الcreatives بتتحرق بسرعة، عايزين creatives جديدة، عايزين شوتات جديدة، عايزين يتستوا headlines، scenes مختلفة، دايمًا عايزين يتستوا hooks جديدة، يلعبوا على الhold rate، يغيّروا الcall to action وهكذا. كل الassets اللي بتبقى موجودة في الcreatives أغلب الوقت بيبقوا عايزين يتستوا الحاجات دي. ومن واقع خبرتي مع البادجت الكبيرة، للأسف لمّا أنت بتبقى عايز تscale دايمًا هتحتاج creatives بشكل كبير جدًا، هتلاقي نفسك شايف إن اللعبة بقت دلوقتي لعبة creatives. لأ، اللعبة مش لعبة creatives. هو أي نعم خلاص الtechnicalities اللي كانت بتطلب من الperformance marketeers من سنتين 3 ما بقتش موجودة بنفس حجمها دلوقتي، لكن still أنت في حاجات مش هتكبّرك طول ما أنت مركّز على الcampaigns وطول ما أنت مركّز على الmessages والcreatives. الاتنين دول مش كفاية. طيب هو أي performance marketer بيبقى مبسوط لمّا بيشوف إن هو معاه creative جايب CTR، طبعًا click through rate مش all CTR، جايب فيما فوق ال2%. فيما فوق ال2% يبقى أنا الcreatives بتاعي الcreative بتاعي هيكون شغال بشكل كويس. وهنبتدي نسأل بقى شوية أسئلة. ليه هو شغال كويس؟ إيه الtraffic اللي بيروح له للcreative ده؟ إيه الvariance اللي أنا أقدر أطلّعها من الcreative ده بحيث أtest؟ إيه الangle اللي أنا هل ممكن أقدر أعيد الangle دي أو أعيد الcreative ده بس بhook مختلف؟ وبعد كده هنبتدي نشوف هل الcreative ده جاب conversions والconversion سعره عامل إزاي؟ بس إحنا هنا ما سألناش نفسنا إن إحنا كده بننافس أو عايزين نوصل ل2% من الimpressions اللي إحنا وصلنا لها. في 98% من الimpressions اللي أنت وصلت لها الusers ما ضغطوش على كليكة واحدة. ومش شرط عشان هو ما ضغطش كليك ما عملش كليك دلوقتي يبقى هو مش مهتم بالمنتج أو الservice بتاعتك. لأ خالص. هو الموضوع ليه أسباب كتيرة. هو السوشيال ميديا ما بتركّزش على الintent بتاع الuser. بعكس Google Ads الراجل دلوقتي بيsearch على حاجة معيّنة، فأنت بتظهر له، فبيخش يconvert معاك لإن هو بيsearch على احتياجه دلوقتي. السوشيال ميديا مش كده. السوشيال ميديا أنت قاعد بتscroll زهقان شوية، عايز إن أنت ترفّه عن نَفْسك شوية، فمش شرط ظهر لي إعلان دلوقتي أروح جاي مشتري. فعشان كده إن أنت يبقى تركيزك على الCTR وعلى الROAS مش هيبني brand، لإن أنت بتبُص على الshort term. هنا طبعًا لمّا تشوف إحنا بنركّز على الROAS اللي هو أغلب الperformance marketers بيركّزوا على الmetric ده، فهتلاقي مثلًا إن الbrand search بيجيب لي 15 ضعف، الnon brand search بيجيب 8x، الFacebook remarketing بيجيب 8x، الFacebook prospecting بيجيب 5x. واليوتيوب prospecting بيجيب 1x. فطبعًا على الأرقام دي لو أنت شغال على كل الchannels دي، هتروح جاي عامل cut off لليوتيوب prospecting وهتقول إن دي channel آآ مش مش في صالح الbrand إن أنا أصرف فيها. بس إحنا لو جينا على الengagement type، وعلى فكرة الengagement time ده هو اللي بيبني الbrand، لإن هو ده اللي بيبيّن أنا اتفاعلت قد إيه مع الcustomer بتاعي أو على العميل المحتمل بتاعي.
ففي الbrand search إيه اللي حصل؟ ما فيش أي تفاعل حصل أصلًا بيني وبين الuser. هو بيسيرش عن حاجة، هو لقى النتايج كلّها عبارة عن text، فكلّها نتايج بحث أنا وغيري ظاهرين له، شاف الheadline اللي هو شجّعه إن هو يضغط عليه وخلاص ودخل على الproduct page، الlanding page أيًا كان ال الlanding page اللي هو هينزل عليها، وبعد كده بيشتري على حسب الintent بتاعه دلوقتي عامل إزاي. كذلك برضه الnon brand search، الFacebook remarketing عشان هو already بيكون اتفاعل معايا قبل كده، فهو aware بالproblem، aware بالproduct بتاعي، وهكذا. الFacebook prospecting ال5% دُولة اللي هو أنا وغيري كلّنا بنتخانق عليهم في أي industry، وسايبين ال95% من بقية الindustry أو الmarket share، لإن إحنا بنركّز على الshort term goal اللي هو أنا عايزه يشتري دلوقتي، أنا عايز الcampaign كل يوم تجيب لي نتايج. وعلى فكرة ده مش غلط، بس هو الصح إزاي نوازن، إزاي أقدر أبني brand مع الوقت، وفي نفس الوقت أبقى أجيب عوائد لل للbrand شهريًا. يعني أنا مش باقول إن أنا عشان أبني brand أفضل قاعد مربّع إيدي مثلًا سنتين 3 لحد ما أعمل سُمعة للbrand وأعمل awareness لأ، أكيد ما فيش حد هيعمل حاجة زي كده. بس لو جينا بصّينا على الengagement time في على نفس الplatforms، هنلاقي زي ما قُلنا الbrand search ثانيتين، الnon brand search ثانية، الفيسبوك remarketing 4 ثواني، الفيسبوك prospecting ثانيتين، بس لو جينا على اليوتيوب prospecting هنلاقيه 9 ثواني، 9 ثواني، وده بيختلف عن يعني ده overall على كل الindustries، على كل الproducts، كل الservices. فتخيل كده أنت عندك الskip ad بتبقى تقريبًا 5 أو 6 ثواني، ولو فعلًا الcreative بتاعك قوي، hook قوي، في sub hooks، في الbody بتاع الcreatives قوي، الoffer بتاعك قوي، هتلاقي عدد الثواني بيزيد، فهتلاقي تفاعل العميل معاك هيبقى مدته أطول من أي platform تانية. طيب أكيد أنت بتسألني دلوقتي ماشي خلاص أنا فهمتك، إزاي الbrands بتكبر؟ الbrands بتكبر بأكتر من سبب. أول حاجة إن بتلاحظها بسرعة، يعني تبقى ماشي في الطريق سايق عربيتك في وسط الزحمة، بتفكّر في مليون حاجة، هوب شُفت color palette معيّنة، عرفت إن اللوجو ده أو الألوان دي بتاعة الbrand الفلاني، سهل إن أنت تشتري منها. طيب بتفتكرها بسرعة، بتتذكّرها بسرعة. دايمًا التفاعل بيبني memory، بيبني interest، يخلّي عندك إن أنت اهتمام، تشتري وقت ما تكون مستعد إن أنت تشتري، بس الbrand بيعمل كل ده، وهنا بقى كلّنا بنتخانق دايمًا على ال5% دول، لازم تبقى عارف إن الrule دي accurate 100%. دايمًا 5% من الaudience اللي في الindustry المعيّنة أنا وأنت وغيرك دايمًا بنتخانق عليهم، وسايبين 95% من الaudience أو من العميل المحتمل اللي هو سايبينه عشان هو مش جاهز يشتري دلوقتي. فتخيّل الcost، تخيّل المنافسة بتبقى شديدة إزاي، الresources اللي أنا محتاجها عشان أقدر أكسب أكبر نسبة ممكنة من ال5%، وكلّنا مش واخدين بالنا من ال95% اللي موجودين في الindustry بتاعتي. طبعًا تكميلًا للكلام اللي إحنا كنا بنتكلم عنه شوية، فهتلاقي إن السوشيال ميديا عامةً أو لمّا أنت بتركّز بس على الperformance marketing، هتلاقي إن أنت عايز الimpressions حالًا، تrun الcampaign بعد ساعة تبتدي تجيب لك impressions، عايز الclicks حالًا برضه، فعايز الناس في وقت ما أنت تطلّع الcampaign الناس يضغطوا click في نفس اللحظة، وعايز تجيب sales أو leads في نفس اللحظة، تمام؟ طيب ده مشكلته إيه؟ ده مشكلته إن هو مش بيركّز على الوقت المناسب، الcampaign بدأت تserve
بدأت الimpressions تيجي، فما خدتش في الاعتبار هل الراجل اللي أنا باحاول أبيع له ده هو دلوقتي سايق، بياكل، معاه مكالمة تليفون، وهكذا. نفس الحكاية، هل هو عنده نية للشراء دلوقتي والّا هو في وادي تاني مش الوادي بتاعك؟ برضه إن أنت تعرف الuser context. فدي كلّها حاجات لمّا أنت بتيجي تركّز على الperformance marketing مش بتاخد بالاعتبار كل النقاط دي، أنت بتبقى مركّز على ال5% اللي هم خارجين برّه السيناريوهات دي كلّها. حاجة تانية بتلعبها علينا فيسبوك، وهو إن أنت تrun campaign هوب تلاقي الinstream video in app الCTR فيه 11%. فأنت هنا أول ما تشوف ال11% أوه! طب ما أنا ممكن ليه ما آخُدش budget وأصرفها على الplacement ده، أو ليه ما أزوّدش الbudget بتاعة الcampaign 11% CTR. بعد كده لمّا بتيجي تدوّر على الbehavior بتاع الuser، هو إيه اللي حاصل هنا؟ اللي حاصل إن أنا كنت باتفرّج على فيديو، والفيديو ده باسطني جدًا وأنا عايز أكمّله، ظهر لي إعلان مش عارف أskip منّه. الحل الوحيد هنا إن أنا أعمل إيه، إن أنا click وبعد كده أعمل exit من الwebsite عشان أكمّل الcontent، سواء بقى كان مسلسل أو فيلم أو أيًا كان اللي أنا باتفرّج عليه، عشان أنا خلاص ال الإعلان ظهر لي في وقت أنا مش حابب إن هو يظهر لي فيه، ولا أنا أصلًا مهتم باللي أنت بتقوله. فعشان كده تلاقي الCTR رقمه عالي أوي، فيبهرك. فدي واحدة من المشاكل لمّا تركّز على الCTR. الحاجة التانية الpromotions، أغلب الإحصائيات بتقول إن 59% من الpromotions بت بت بتخسر الbreak even اللي هو نقطة التعادل، اللي هو أجيب قد اللي أنا صرفته. عشان كده هتلاقي دايمًا في templates، في فيديوز بتتكلم على إزاي أبني offer يخلّيني أقدر إن أنا أبيع، بس في نفس الوقت أطلّع ربحية. ليه الموضوع ده بدأ ينتشر؟ لإن اكتشفوا النقطة دي، اكتشفوا إنه في ناس كتير بتعمل promotions تاخد بيها market share عالي، تبيع في أوقات معيّنة من السنة، بس في الآخر لمّا ييجوا يبصوا بقى على الأرقام كoverall على الbusiness، يطلع الbusiness مش ربحان. هو باع كتير، بس مش ربحان. وهنا السؤال ليك، أنت بتدوّر على نمو طويل الأمد والّا بتدوّر على أرباح في وقت قليل، في وقت في مدة قليلة جدًا؟ يعني أنت بتدوّر على long term growth or short term wins. بُص، أنا مش هاضحك عليك، أنا هاقول لك الحقيقة، فعلًا الbrand building بيأثّر على الROAS والCTR، تمام، لكن الdiscounts بتأثّر direct بشكل مباشر على الshort term والlong term، بس على إيه، على شكل الbrand بتاعك. يعني أنت لمّا بتبتدي تrun discounts كتيرة، العميل بتاعك بيتعوّد أو بيعرف إن الbrand ده بيعمل discounts كتيرة، فهتلاقي دايمًا أنت بتربّي عندك العميل اللي مستنّيك تنزّل خصومات، أو مش هيشتري منّك غير لمّا يكون شايف إن أنت على طول ظاهر في الwebsite عندك أو حتى في المحلات إن أنت منزّل discounts. فأنت هنا الخيار ليك، أنت عايز إيه منّه؟ طيب سؤال ليكم، هل حد عارف الuser بيتعرّض لكام إعلان يوميًا؟ يعني حُط في بالك رقم دلوقتي وأنا هاظهر لك الاختيارات، بيشوف 100 إعلان والّا 400 إعلان والّا 1000 إعلان والّا 4000 إعلان؟ وطبعًا زي ما أنت شايف دلوقتي إن الuser بيتعرّض ل4000 إعلان يوميًا. تقدر تقول لي أنت طول ما أنت مركّز على الperformance marketing ولمّا الfrequency تظهر أو تطلع ل2 أو 2.5 بتروح جاي قافل الcampaign وابتدي تعمل refresh للcreative، تقدر تقول لي إن أنت الuser لمّا يشوفك مرّتين من وسط ال4000 دُولة، والله أعلم بيشوفك المرّتين في نفس اليوم، أكيد مش بيشوفك في نفس اليوم مرّتين، تقدر تقول لي أنت
هيفرّق بينك إزاي وبين ال4000 إعلان اللي طلعوا له، والّا هيفتكرك أصلًا إزاي؟ ده بيثبت لك أكتر إن إحنا بنتخانق على ال5% اللي هم من أول frequency بيظهر له الإعلان بيبقى جاهز إن هو يشتريه، وده غالبًا بيكون aware بالمشكلة، aware بالproducts اللي بتحل المشكلة، وalready عمل الexercise بتاعه وشاف إيه المنتجات اللي ممكن تحل له المشكلة، وجاهز كمان حدد خلاص البادجت اللي هيحل بيها المشكلة دي، فبيظهر له الإعلان بتاعك، بيقرا الcontent، بيشوف فعلًا إن ده اللي كان بيدوّر عليه أو ده الوعود اللي هو مستنيها، وإن السعر بتاعك ما بين البادجت اللي هو محددها، فبياخد قرار بالشرا. أمّا ال95% بقى زي ما قُلت لك إحنا كلّنا سايبينهم. طيب بعد ما إحنا وضّحنا إن الperformance marketing بيركّز على الshort term wins وإن إحنا عايزين نبني brands ولازم نركّز على الlong term مع الshort term wins. فييجي هنا للperformance branding. الperformance branding هو الحاجة الوسط ما بين building الbrand وما بين الperformance marketing. طيب سريعًا هنا هو بيوضّح ليه الbrands بتنجح، لإن الbrands دايمًا بتركّز على الuser engaged. أي نعم زي هو موضّح لك هنا بياخد وقت وبيحصل عليه صرف، لكن بعد كده بيقدر يحقق ROI عالي، لكن اللي بيركّز على الROAS والCPL والCPA بياخد آآ quick أو short term wins بس مع الوقت بيخسر. طيب هو الperformance branding ده جِه من إيه؟ جِه من تجميعة ما بين الperformance marketing والbrand. الperformance بيdrive outcomes يعني بيجيب لنا دايمًا آآ نتايج، والbrand بيbuild emotional connections يعني تواصل عاطفي مع الuser دايمًا، ودي حاجة مهمة جدًا. هو أنت ليه دايمًا تقول هو يعني نايكي والّا ماكدونالدز والّا أيًا كان من الbrands الكبيرة، هي لسه بتrun ads ليه؟ ليه بتrun ads لحد دلوقتي؟ هو لسه في حد مش عارفها؟ لإن هو عايزه دايمًا يبقى في الذاكرة، دايمًا عارف الmusic بتاعته، يشوف الألوان بتاعة الbrand، لمّا ييجي ياخد قرار الشرا يكون هو أول خيار بالنسبة له، بيقعد يصرف على ال الmedia production بشكل ضخم جدًا عشان يبني تعاطف معاك، رسايل كلّها مندرجة تحت العواطف، عشان يبنوا أُلفة ما بينك وما بينه، فيخلّيك متمسّك، فتلاقي مثلًا إيه، في تليفونات Samsung أو تليفونات أندرويد بنُص تَمَن التليفونات الApple، بس هتلاقي مثلًا تيجي تكلّم حد مثلًا شايل الApple وتيجي مثلًا تنصحه أو تيجي تقول له مش بتفكّر، تلاقيه بيرُد عليك بشكل aggressive. يا أخي نعم، أحوّل من الiOS للأندرويد، أنت بتهرّج؟ تقعد أنت تكلّم نَفْسك ليه يا عم؟ ده في تليفونات فعلًا 70 و60% من تَمَن الiPhone 17 Pro وفيها features أعلى بكتير، فأنت إزاي بتلاقيه لأ، هو خلاص الbrand وصّله إن هو بقى الحامي بتاع الbrand. فهتلاقي الperformance branding هو تجميعة ما بين الperformance marketing وما بين الlong term brand building. يعني في نفس الوقت باجيب نتايج للbrand، بس في نفس الوقت بابني brand مع الوقت، مع الفلوس اللي بتتصرف دي. تاني حاجة بيركّز على آآ أنت مثلًا هتلاقي الperformance marketer عنده مشكلة إن هو يتعوّد إن هو يقيس كل حاجة، فعشان كده لمّا بييجي آآ أي حد في الشركة بيكلّمه عن أهمية الbranding ما بيدّيلهاش أهمية أوي، يقول له طَب أنا ماشي، أنا النهارده هاصرف، أنا اتعوّدت أو اتعلّمت
إن أنا أصرف جنيه وأعرف الجنيه ده بُكرة أو بعده هيجيب لي إيه، هيعود عليّا بإيه. ده اللي أنا اتعلمته في الperformance marketing. أنا ما اتعلمتش إن أنا أرمي دولار وأقعد أستنى الROI بتاعه كمان سنة، أو أبقى باصرف دولار ومش عارف أقيس الدولار ده هيعود عليّا ب2 والّا ب3 و10. فخلاص حتى لو هيعود عليّا ب10 أضعاف، لأ خلّيني في اللي أنا عارف اللي هو هيجيب لي ضعفين 3. أنا راضي أنا راضي بالضعفين 3. الحاجة التالتة إن الperformance branding بيmatch ما بين الgoal بتاعة الbrand من خلال الuser. بمعنى دايمًا إحنا أغلبنا فاكرين إن الgoal بتاعة الorganization أو الشركة أو الstartup اللي إحنا شغالين فيها متحكم فيها الchannel والbudget بتاعتنا والmessages والcreatives والكلام ده كله. أحب أقول لك إن اللي متحكم في الgoals بتاعة الorganizations كلّها هو الuser بعد إذنك. الuser أنت عملت ما بينه وما بينه أُلفة من خلال آآ emotional messages وخلّيته إن هو يحب الbrand بتاعك ويبقى في اهتمام ويبقى في تفاعل، فساعتها هيعمل الgoal اللي هو دايمًا بيبقى أو أي goal لأي organization إيه، الأرباح. فإن الuser إن هو يشتري، فأنت بعد كل ده بتخلّي الuser يشتري، فمن خلال الuser بتحقق الgoal بتاع الorganization. فطلّع من دماغك الchannels، الtips والtricks، الfunnel، الmessage، الhook، أي assets بتساعدك إن أنت توصل الgoal بتاعك. وده يخلّينا إن إحنا لازم نركّز على الأساسيات الخاصة بالperformance branding. لو جينا بصّينا على الcore business objectives هنلاقي إن دي كده قصة سريعة. أنا رنّيت campaign، في بعض الusers عجبهم الإعلان، فضغطوا على عملوا click على الإعلان. بعد كده أنا قدرت إن أنا track الcost per click عامل كام. بعد كده دخلوا على الwebsite عملوا conversions، فقدرت أtrack هو جالي كام conversion والcost per conversion عامل إزاي. وبعد كده باشوف الconversions دي اترجمت لفلوس قد إيه أو عوائد قد إيه revenue. وبعد كده باقدر أقيس الROAS اللي هو العائد على الإعلانات. وبعد كده لو أنت معاك حد ذكي شوية أو بيبُص على الصورة بشكل أكبر، بعد كده بيبتدي يشوف الربحية بتاعة الbusiness ويبتدي يقيس الROI. ولو عندك CRM بيبتدي يركّز على الcustomer equity وبيبتدي يشوف الcustomer lifetime value بتاعة كل user اشترى منّي في خلال 6 شهور اللي فاتوا مثلًا قد إيه. وعلى فكرة بعد كل القصة السريعة دي هتلاقي إن الmarket share هنا هو metric مهم. أي نعم في أغلب الأوقات ممكن نكون إحنا كperformance marketers ما بيعرفوش إن هم يركّزوا عليه أو ما بيعرفوش يقيسوه، لكن هو metric مهم إن أنت تبُص عليه من وقت لآخر. طيب أغلب الperformance marketers اللي موجودين في الmarket هتلاقيه بيركّز على الfunnel أو مش الfunnel، بيركّز على الأجزاء اللي هي باللون الأبيض ده، وبتلاقي نسبة قليلة بيركّزوا على حتّة الprofitability والcustomer equity ويركّزوا على الcustomer lifetime value اللي هي بتبقى مسؤولية teams تانية برّه team الperformance marketing في أغلب الشركات. ييجي مثلًا brand ييجي مثلًا team زي الbranding team هتلاقيه مثلًا أنت قاعد عمّال تكلّمه في الclicks والCTR والconversions والrevenue مش عارف. هو مش
هو مش مهتم أصلًا باللي أنت بتقوله ده ولا بالmetrics اللي أنت بتبُص لها، هو بيبُص للأمور من metrics تانية ومن زوايا تانية خالص، هو ما لوش دعوة الclicks عندك عِليت، قَلِّت، حصل فيها إيه، هو دايمًا تركيزه هو ال الusers دُولة حسّوا بإيه لمّا شافوا الإعلان بتاعي، هل هم اتفاعلوا والّا لأ، اتفاعلوا قد إيه، حبّوا الmessage والّا لأ؟ ردة الفعل بتاعتهم عاملة إزاي، الcomments عاملة إيه، الlikes، الshares، ال الaverage time viewing نسبتها قد إيه، كام حد اتفرّج على كمّل الفيديو للآخر، كل دي حاجات هم بيهتموا بيها أكتر من الmetrics اللي الperformance marketing بتركّز عليها، وعلى فكرة هم صح، هم مش غلط، هو ليه يقعد يوجع دماغه أو يقعد يركّز على metrics خاصة بالquick wins وهو عارف إن أنت عشان تبني brand ده long term situation مش هاقدر إن أنا أخُش المباراة واكسبها في نفس الوقت. طيب لمّا نيجي على آخر metric في الcore business objective فهنلاقي الmarket share. الmarket share مهم جدًا وعشان أنا آخُد market share حجمه كبير في السوق، مش هاركّز على الmetrics بتاعة الperformance marketing، هاركّز على آآ مش هاركّز على إن أنا أacquire customers، أنا هاركّز مع الcustomer success team، إن أنا أتأكد إن الcustomers اللي معايا الحاليين مبسوطين وفي احتمالية إن هم يشتروا تاني، هاركّز مع الbranding team وأتأكد إن إحنا قادرين نضيف عُملا محتملين في الباسكت معانا، بغض النظر عن لو مش هيشتروا الشهر ده أو في خلال شهرين، بس أنا باكبّر الmarket share بتاعي، بحيث إن أنا بعد كده أقدر أacquire customers بشكل أكبر وآخُد market share أعلى، مش إن أنا أكسب دلوقتي حاليًا. طيب نيجي النقطة التانية في الأساسيات بتاعة الperformance marketing، هتلاقي دايمًا مقولة اصرف عشان تكبر أو عشان تنمو. أحب أقول لك إن الكلام ده مش صح. آمم الصح إيه؟ هتلاقي دايمًا في guides بتتنشر من وقت للتاني تقول لك أنت المفروض عشان تbalance ما بين الperformance marketing وما بين آمم الbrand awareness لازم تصرف أو تقسّم الbudget بتاعتك إزاي. فهتلاقي مثلًا هنا كانت إحصائية من ضمن الإحصائيات بتقول لك إن أنت لازم الannual budget بتاعتك تصرف منها 60% على الbrand awareness وعلى جزء الengagement و40% تصرفها على الconversions. بس أحب أقول لك إن ما فيش رقم علمي حتى الآن اتكلم عن نسبة معينة تbalance ما بين الاتنين دُولة، لكن لو جيت أنت حبيت نصيحتي أو إيه هو الصح اللي أنت تعمله، إن أنت دايمًا خلّينا نقول إن أنت معاك آآ $200,000 هتصرفهم على الquarter الجاي، أنا عارف إن ال$200,000 دُولة أقدر أجيب بيهم مثلًا آآ أيًا كان أنا باقول أي أرقام وخلاص عشان أوضّح النقطة، هاجيب بيهم 1000 conversions والconversion هيكون معايا ب1000 هيكون معايا مثلًا ب10 دولار. فخلاص أنا عرفت إن ده هاضرب الcost بالconversion مع الconversions اللي أنا أقدر أجيبها، وهاعرف الbudget بتاعتها قد إيه من الtotal budget. طيب ليه ما أكمّلش صرف أو ليه ما يحصلش overspend؟ لإن أنت ممكن تقول لي طيب أنا لحد زي ما قُلنا 1000 conversion باقدر أجيب الconversion ب$10 لكن عشان أطلع فوق ال$1000 قصدي فوق ال1000 conversion فأنا هاحتاج ساعتها أجيب الcost بالconversion ب$12 ب$13 فهنا أنصحك إن أنت توصل لحد ال توصل لحد الmax cost per conversion بتاعك،
وبقية الbudget تصرفها على الbrand awareness وعلى الengagement عشان تبتدي تدخّل آآ customer محتملين يشتروا منّك قدّام، فأنت تبقى في نفس الوقت بتوازن ما بين ال الshort term goals والlong term goals. فده أحسن طريقة تbalance ما بين الperformance marketing وما بين إن أنت تbuild الbrand أو تشتغل على ال الbrand awareness. نيجي لتالت حاجة وهي الcohesive user KPIs. الناس دايمًا بتبقى متخيلة إن أنا النهارده شُفت إعلان، عندي مشكلة مثلًا في أسناني، آآ مش مشكلة طبية يعني أو عضوية، لإن لو مشكلة عضوية هابقى عايز حل في نفس اليوم، بس مثلًا عايز مثلًا أعمل اللي هي الhollywood smile مثلًا، الhollywood smile دي حاجة مش عارف بتكلّف كتير أعتقد باسمع إن هي ممكن تكلّف فوق ال$1000 ف ودي حاجة مش باعملها كل شوية، وحاجة بتحسّن من مظهر شكلي، فأكيد مش هاخد قرار بسرعة، فأكيد أنا مش هاشوف الإعلان النهارده، هاروح جاي لابس ورايح العيادة اللي شُفت الإعلان بتاعها، وأروح جاي مطلّع $1000 من جيبي وأعمل ال الHollywood smile وأروح جاي منزّل الصورة بتاعتها على السوشيال ميديا، وبُص شكل أسناني بقت عاملة إزاي. أكيد مش أكيد الرحلة بتاعة العميل مش بتمشي بالشكل ده. رحلة العميل دلوقتي في 2025 بقت أعقد مما تتخيل، يعني يعني فكرة الfunnel إن الuser بيعدّي بمراحل وبعد المراحل دي بيconvert الكلام ده خلاص انساه ما بقاش موجود، ولو أنت لسه شاغل دماغك بالكلام ده فأحب أقول لك إن أنت محتاج تراجع معلوماتك، الكلام ده ما بقاش موجود خلاص. طيب الuser دلوقتي بيمشي إزاي؟ وأنا أعتقد إن دي بس عشان توضّح الفكرة، لكن الuser journey دلوقتي بقت أعقد من كده بكتير. الuser بيبقى aware بالمشكلة، بعد كده بعد ما يبقى aware بالمشكلة بيبتدي يشوف يعمل الresearch بتاعه، يعرف إن شركتك من ضمن الشركات اللي بتقدّم حل للمشكلة بتاعته، بعد كده يقعد يستكشف أكتر، يشوف مقارنات، بعد كده يشتري، بعد كده يجرّب الخدمة بعد خدمة ما بعد البيع، عشان هو الموضوع إن هو مش اشترى وخلاص، بعد كده إن هو يرجع يشتري منّك تاني، بعد كده بنقعد نشوف الcustomer lifetime value اشترى منّك في خلال السنة كام مرّة، بس أحب أقول لك إن الuser journey دي أبسط، هي أقرب للحقيقة لكن هي مش كده أو مش ده اللي بيحصل. أحب أقول لك إن الbrand awareness بيتبني دلوقتي على أكتر من channel، الuser بيعمل الresearch بتاعته على أكتر من channel online وoffline، الجزء الdiscovery بيحصل online وoffline وعلى channels مختلفة حتى في الonline، وبعد ما بيشتري بيبتدي برضه يكلم الناس اللي حواليه، في ناس ممكن تشكر له، في ناس لأ، بيبتدي يتأكد أكتر لمّا بيشوف طريقة التعامل بتاعتك بعد ما اشترى كانت عاملة إزاي، بعد كده ده بيسهّل عليه عملية إن هو يرجع يشتري من عندك تاني. وهنا مثال بسيط بيدّي لك الاختلاف ما بين الfunnel والuser journey الحقيقية. أنت في الwait rooms زي مثلًا أنت رُحت عند دكتور، فعندك مشكلة معيّنة فرايح تكشف، فأنت خلاص بيبقى عارف إن أنت في المكان الصح، أو عند الدكتور اللي المفروض أروح أكشف عنده، فخلاص أنت هنا aware بالمشكلة اللي عندك وaware بالsolution لإن أنت اخترت خلاص الدكتور المُعيّن وبدأت تاخد action ورُحت قعدت هناك في المستشفى، بس أنت مش عارف دورك هييجي إمتى، فده مش مشكلة، تمام؟ ده نفس الطريقة اللي بنشرح بيها
إن أنت ما ينفعش تركّز على حتّة الfunnel. بمعنى هنا مشكلة الfunnels والwait rooms إيه؟ إن إحنا هنا بنoptimize for conversions. في الfunnel بنoptimize for conversions، ودي مش حاجة وحشة، يعني دي مش حاجة عيب. إحنا كُلّنا بنقعد تركيزنا كُلّه، يعني الهدف ده كُلّه إن إحنا إزاي نحقق أكتر number of conversions. بس هو المشكلة هنا إيه في الfunnel؟ إن إحنا بنقول للalgorithm في أي platform دول الناس اللي بيشتروا منّي، optimize الcampaign في الناس اللي بتشتري. فأي drop offset تحصل في الsteps اللي موجودة في الfunnel، فخلاص بنعتبرهم إن دول ناس مش هيشتروا، الquality بتاعتهم قليلة. وكمان بنقول للplatform اركني الناس دُولة على جنب، الناس دُولة مش مهتمين، الناس دول مش هيشتروا، وركّزي لي بس على ال5% اللي ممكن يشتروا. لكن لو أنا باركّز على الwait room، هاركّز على الmemory state thinking، اللي هو الreach والrecall. هابتدي أبُص على الbranding، إن أنا أبقى متاح أغلب الوقت. هاركّز على 95% من الusers، مش هاركّز على ال5% بس اللي جاهزين يشتروا دلوقتي، وأقعد أتخانق ما بيني وما بين المنافسين بتوعي في نفس الindustry عليهم. هو ده الفرق ما بين الfunnel والwait room. طيب لمّا نيجي نتكلم على الcohesive KPIs، ونيجي نقارن ما بين ال95 وال5% rule وما بين الwhite room KPIs. آآ لو جينا قسّمنا ال95% هيكونوا متقسّمين بالشكل ده: 45% من ال95% آآ unaware بالمشكلة أصلًا، ما يعرفوش إن عندهم مشكلة أصلًا، و25% عارفين المشكلة، بس لسه مش عارفين إن أنا باحل المشكلة دي اللي عندهم، أو في غيري، أو في أصلًا حل للمشكلة. وفي 15% عارفينّي وعارفين إن أنا باقدّم الحل بتاع المشكلة بتاعتهم. وفي 10% دايمًا active إن هم بيسيرشوا. وفي ال5% اللي أنا زي ما قُلنا دايمًا بنتخانق عليهم، اللي هم جاهزين إن هم يشتروا دلوقتي. طيب لمّا نيجي نبُص على الwait room KPIs، هنلاقي إن أنا في جزء الunaware اللي هم ال45%، بابُص على الunique reach، باشوف كام حد أنا قدرت أوصل له دلوقتي بقى aware، اتحوّل من إن هو بقى unaware لaware. طيب وال25% اللي هم خلاص عارفين بالمشكلة، بابُص لهم كام حد شاف الفيديو بتاعي بنسبة 100%، فأنا متأكد هنا إن فعلًا بقى aware بالمشكلة. وال15% اللي هو الbrand aware، هو خلاص مش حد كمان شاف ال الفيديو بس، لأ ده حد اتفاعل معايا، فخلاص بقى أنا هنا اتأكدت إن هو بقى aware بالbrand بتاعي. ودول اللي إحنا بنحاول إن إحنا نكتّرهم بأكبر شكل ممكن. وخلاص الناس ال10% اللي هم actively خلاص بيسيرشوا في الweb site بتاعي، فبابتدي أشوف الtime on site. في فرق ما بين user دخل الweb site وخرج بعد أول 3 ثواني، وفي فرق ما بين user قعد دقيقتين كاملين على الweb site عندي. وهنا باقيس ال5% اللي هم بتوع الbuying now بالconversion rate. ده كده آآ الrules والwait room الKPIs اللي بتعبّر عن النسب في الrule دي. طيب إحنا وضّحنا كده إزاي البراندات بتكبر. آمم البراندات اللي بتكبر بشكل كبير إذا عارفة أهمية الbrand awareness والaudience engagement، وبتعتبر إن الaudience بتوعها دُولة إن هم asset من ضمن الassets بتاعتها في الشركة.
فلو جينا بصّينا هنا في الجزء التقليدي، إحنا بنبُص على الaudience إزاي، بنلاقي إن إحنا بنوصل زي ما قُلنا لعدد impressions 2% بس منهم هم اللي بيكليكوا على الإعلان، فبييجي لي traffic. بعد كده بيبقى في website visitors، باقدر أطلّع منّه الpage visitors، وبعد كده في جزء منّه هيشتري فبيبقى converted، وفي جزء منّه مش بيconvert بس already بابقى أخدت منّه الإيميل مثلًا، فبيبقى عندي الfirst party data أقدر أعمل له remarketing، فباقدر من خلال الtraffic أعمل remarketing لجزء من ال2% بس، يعني ده في ناس بتوصل لCTR 1% مش 2% كمان. وباقدر أعمل remarketing للwebsite visitors و طبعًا الناس اللي هي ما اشترتش. طيب لو جينا دي كده الطريقة التقليدية اللي أغلب الناس حتى اللي بيرانوا remarketing campaigns فاكرين إن هي دي الطريقة الوحيدة أو دي أفضل طريقة، ودي دايمًا الطرق اللي بتتشرح في الكورسات وفي الكتب وفي الكلام النظري. بس لو جينا شُفنا الengagement principle هنا، هنلاقي إن أنت بتضيّع عليك audience و فرص مش بسيطة. يعني أنت لمّا بتيجي تtrack الaudience اللي هو قبل ما يclick أصلًا، هتلاقي إن أنت قادر تشوف تقسّم الvideo views بتاعتك، كام كام منهم شاف 25% من الفيديو، كام واحد شاف 50%، كام حد شاف 75%، وتبتدي بعد كده تشوف إيه الmessage المناسبة للناس دي، وكام حد بقى خلاص aware بالمشكلة، فشاف الفيديو بتاعك بشكل 100%. فالناس اللي هم الpage engagers، الناس اللي عملوا comments like shares سيّفوا الpost، الpage followers عندك، فدي كلّها touch points ما ينفعش إن أنت تتخطاهم. أنت مركّز على الله أعلم أنت بتركّز على قد إيه touch points من ال2% اللي أنت وصلت لهم بالإعلان بتوعك ودخلوا على الweb site، مع إن في 98% من الaudience بتوعك أنت رُحت شِلتهم خالص واعتبرتهم إن هم مش مهمين، مع إن هم مهمين بس هم مش جاهزين يشتروا دلوقتي. فلمّا نيجي نبُص هنا هتلاقي إن ليه أنت مفروض تكسب وتركّز على حتّة الengagement، ما تركّزش على حتّة ال الconversions وتبُص على الshort term wins بس. طيب نيجي للجزء الأخير في أساسيات الperformance branding وهو الcreative. كُلّنا عارفين إن الcreative حاجة مهمة جدًا، لإن أنا من غير الcreative أنا مش هاعرف أتكلّم مع الuser، ف فهي حاجة مهمة جدًا. ليه إحنا مسميينها data enabled creativity؟ أنا عارف إن أنت ممكن تبقى شغال في شركة تبقى دايمًا بتتكلم على الcreativity، بس أنا من وجهة نظري إن الdata اللي بندّيها للcreative team وهي اللي بتوصّلنا للطريق اللي إحنا عايزينه. وخلّيني أقول لك ده ليه بيحصل. أول حاجة، أنا باركّز على الdata لإن أنا عندي تحديات باقابلها الناس اللي بتشتغل في حتّة الcreativity مش بيبقوا aware بيها ومش عارفين المشاكل بتاعتها. فإحنا عندنا مشكلة إن الCPM دايمًا عالي أو دايمًا بيعلى، وعندنا الattention بتاع الuser دايمًا بيبقى limited. الusers بيشوفوا إعلانات بشكل متكرر كتير عن الوق أو عن قبل كده. طيب ونيجي هنا لسؤالين مهمين جدًا لازم نسألهم لنفسنا، هل إحنا بنlimit الcreativity لمّا بنoptimize for CTR؟ آه. بصراحة آه.
أنا عشان أحل مشكلة الCTR فبابتدي أقول للcreative team كبّر ال50% discount، شيل اللوجو من هنا، خلّي الcall to action بالtext الفلاني وبالcolor الفلاني، فطبيعي باlimit الcreativity. طيب إزاي أقدر إن أنا آآ ما أخسرش الcreativity ومن غير ما أخسر الemotional impact اللي الcreative team أو الbrand team عايز إن هو يوصل له، وده اللي المفروض يشتغل عليه الperformance branding، إن هو إزاي يوازن ما بين الجزئين دُولة، فده اللي إحنا هنتكلم عليه دلوقتي. طيب إحنا دايمًا بنشوف إعلانات البراندات المشهورة ألوانها ما بتتغيّرش، ممكن بعض الإعلانات تقعد سَنة كاملة ما تتغيّرش، في بعض الإعلانات هنا اللي إحنا شايفينها دلوقتي بقى لها 5 سنين ما اتغيّرتش أصلًا، أنا دايمًا باشوفها. فهو هنا بيلعب على إيه؟ هل هو هنا بيرمي فلوس على الأرض؟ لأ، هو بيلعب على حتّة التذكُّر، إن أنت تبقى دايمًا فاكره، ما يدخّلكش في تفاصيل كتيرة، دايمًا تبقى حافظ ألوان الbrand، شكل اللوجو عامل إزاي، بيكتبوا إيه، فأنت حتى لو شُفت كلمة just do it من غير علامة Nike هتعرف إن هو Nike، ولو شُفت اللوجو أو لو شُفت العلامة من غير الtext هتعرف برضه إن هو Nike. فهُم ده الbrand بتلعب عليه. إزاي أنا أعمل ده وأكسب من الفلوس اللي أنا بادفعها أكتر؟ طيب تخيّل معايا إن أنا هنا عندي إعلان لMcDonald's تمام، وعندي image حلو، الimage دي وده دايمًا ليه الcreative team مش بيتعلّم من الperformance marketeer بشكل أدق أكتر، ومش بيدّي له معلومات كافية عن حتّة آمم عن حتّة الbrand building. هو دايمًا بيبقى تركيزه بيروح يقول لهم آآ خلّي بالكم الcreative ده ودّى قد كذا من الusers على الwebsite، مثلًا الإعلان ده جاب 1000 impressions، في 200 واحد راحوا على الwebsite، فهنا الCTR 2%. في إعلان تاني وصل ل1000 impressions، في 100 وصلوا على الwebsite لكن 100 بس هم اللي وصلوا على الويب سايت، فكده الCTR 1%، فالCTR بتاع الcreative الأولاني أحسن لإنه وصّل 200. لكن أنا هنا تخيّل معايا لو ركّزت على الفورمات، لو بس الصورة دي أنا ضِفت لها موسيقى حوالي 7 أو 9 ثواني بس، تمام، الuser بيكليك، بيشوف الصورة، بيقرا الtext اللي عليها، وبيسمع فيديو لمدة 7، 9 ثواني. إيه اللي أنا ممكن أحصل عليه لمّا غيّرت الفورمات من صورة لفيديو وما خدتش منّي أي مجهود؟ أولًا هاقدر أعرف الaverage watch time، هاقدر أعرف كام حد شاف 75% من الفيديو، 25، 50، كام واحد خلّص الفيديو للآخر، وهاقدر إن أنا أbuild الvideo views audience أصلًا. في الأول أنا ما باقدرش أوصل لأي حاجة خالص غير إن أنا أقول له الcreative ده راح منّه قد إيه users على الwebsite. طيب لو جينا بصّينا على الstoryboard الcreative team بيشتغل عليها في مثلًا لمّا بييجي يشتغل على فيديو، فبيبقى الكارت الأولاني 5 ثواني بيتكلّم على الpain point، بيبني interest، بعد كده الscene التانية أو المشهد التاني بيبقى من 6 ل10 ثواني وبيظهر الحل، فدي كده بتsupport الbrand وبيتكلم عن الproduct. بعد كده الكارت التالت أو الscene التالت بيبقى من الثانية ال11 لل15، فهنا برضه بتsupport الproduct وبتورّي الuser الexperience بتاعته اللي هو هيمُر بيها وهو بيشتري الproduct. وبعد كده من الثانية ال16 للثانية ال20 بيshowcase الconvenience،
بيreflect برضه على الexperience والbrand. طيب لو أنا جيت هنا عايز أدّي الcreative team آآ quantitative analysis وqualitative analysis في نفس الوقت، عشان دايمًا إحنا بنركّز على الquantitative analysis. طيب ودي النقطة اللي إحنا كنا بنتكلم عنها، إن خلاص التركيز بتاع الusers بقى محدود جدًا، فتلاقي مثلًا 100% بيشغّلوا الفيديو، 88% بيوصلوا أو بيتفرّجوا مثلًا على 3 ثواني، عندك 72% بيتفرّجوا على 6 ثواني ل11 ثانية، وعندك 11 في المِيّة بيتفرّجوا على 15 ثانية، وعندك 3% بس هم اللي بيتفرّجوا على الفيديو بشكل كامل، وبيتفرّجوا على ال20 ثانية كاملين. طيب لمّا نيجي بقى هنا نشوف الأرقام ونيجي نعمل analysis الvideo journey اللي عدّى بيها الuser من خلال الcards وما بين زي ما قُلنا نِسَب كل audience اتفرّج على جزء معيّن من الفيديو، فنلاقي هنا قادرين نعرف إن أنا عندي 4000 ساعة آآ اتشاف فيها الpain point صرفت عليهم قد كذا، جزء الinterest اتشاف 3700 ساعة اتصرف عليهم قد كذا، فهتلاقي إن في drop off كبير جدًا، جدًا، جدًا حصل لحد ما خلاص أنا صرفت $500 ووصلت لحد 1200 hours بس في جزء الexperience، فأنا أقدر أروح للcreative team للcontent team للbrand team نبتدي ندوّر على حلول، نقول لهم إحنا إزاي ممكن نقلل الdrop offs دي، فممكن واحدة من الحلول نقول طيب أنا هابدأ بالexperience وبعد كده هابتدي أحط الcards اللي بعد كده بتتكلم على الpain point على الinterest أو ممكن أبدأ بالpain point عشان كان فيها أعلى hours viewed وبعد كده أروح جاي حاطط بعديها الexperience وبعد كده أبتدي أغيّر في شكل الcreative وأشوف إزاي أتعامل مع الuser بتاعي. طيب ده معناه إيه؟ إن الtraditional performance marketing بتركّز بس على only performance الCPA بيعلى معايا الROAS بيعلى معايا، الCTR بيقل معايا. بيركّز على CPA، ROAS، الads in isolation، بيركّز على الshort term wins والshort term fixes، لكن الperformance branding هيخلّيك تركّز على جزء الbrand وهيخلّيك تركّز على جزء الperformance، بيركّز على الengagement metrics، بيركّز على جزء الorganic والpaid، وبيركّز على الfuture growth مش بيركّز على الshort term wins. طيب وصلنا لنقطة مهمة جدًا، 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 يعتبر أهم جزء هنتكلم فيه في الفيديو كله، إن إحنا محتاجين نرجع نفكر تاني في طريقة قياسنا للنجاح، تمام؟ طيب لمّا نيجي نبُص هنا هنلاقي إن خلاص فكرة إن أنت تقيس النجاح عن طريق الmetrics بقت ضعيفة عن الأول، ليه بقت ضعيفة؟ زي مثلًا ما هتشوف هنا digital attribution is dead خلاص الattribution مات من ساعة الupdate بتاع الiOS الupdates اللي بتعملها الbrowsers فالbehavior بتاع الuser أصلًا اتغيّر كمان، ف فده كله بيقول لك إن أنت مش هتعرف تقيس النجاح بنفس الطريقة اللي كنت بتقيسها قبل كده. حتى هنا في مثلًا search engine land بيقول لك why marketing mix modeling is crucial in 2025 حتى الmarketing mix modeling بيعوز منك data حوالي سنتين، يعني أنت محتاج تقعد تجمّع data سنتين عشان تطبّق الmarketing mix modeling. هتلاقي برضه هنا بيتكلم في الmarketing interactive بيتكلم إن الreturn attribution is broken فخلاص فكرة الattribution دي
ده أنت أصلًا حتى الattribution model اللي بيعتمد على الlast click دلوقتي بقى فيه مشاكل، يعني عامةً دلوقتي بقى أصلًا فيه مشاكل. ف فإحنا محتاجين طريقة تانية نبتدي نركّز عليها. لو إحنا بصّينا على ال الdecision framework اللي إحنا المفروض نتّبعه إحنا في الشركة، هتلاقي إن في جزء الmarketing effectiveness لو أنا بصّيت على الsurveys أو زي ما كُنّا بنتكلّم على ال الmarketing mix modeling فهتلاقي بنركّز عليه بالquarter ممكن 6 شهور، سَنة. لو إحنا ركّزنا على جزء الperformance branding هنلاقي اللي هو بيركّز على future growth هنلاقي إن إحنا بنركّز عليه بالشهور. لكن أنا دلوقتي performance marketeer غلبان عايز أشتغل على الperformance branding بس مش هاقدر أrisk ومش هاقدر أستنى سنتين ولا هاقدر أستنى quarter. إيه الframework اللي أنا أقدر أستخدمه؟ هو ده اللي إحنا بنتكلم عنه دلوقتي، إزاي أوازن ما بين الاتنين، إيه الframework المناسب ليّا عشان أقيس نجاح الشغل، وهنا نوصل للframework اللي بيخلّيني إن أنا أقدر أوازن ما بين الperformance marketing والperformance branding وأقدر كمان أقيس النجاحات بتاعتي على مستوى اليوم. فهنلاقي إن ال الequilibrium framework هو أفضل framework تقدر إن أنت تعتمد عليه، لإن هو أول حاجة بيbalance ما بين الshort term performance وما بين الlong term growth. بيoptimize for today's results من غير ما أنا أخسر الفُرَص بتاعتي اللي هتحصل بُكرة وبعده وبعده. برضه بيقدر إن هو يbalance ما بين الperformance tactics وما بين الbrand building principles. ف وأظن هو ده اللي إحنا عايزينه. طيب هنيجي للcounterbalance CTR. في الCTR إحنا بنحسبه إزاي؟ بنشوف أنا جِبت كام click على كام impressions وباضربها في 100 تمام؟ فده بيعرّفني كام حد ضغط على الإعلان بتاعي من كل 1000 ظهور. طيب أمّا الdwell rate ده metric لازم تبنيه على الads platform. في كل الplatforms دلوقتي بتقدر إن أنت تبني custom metric. اعمل search على اليوتيوب إزاي إن أنت تcreate custom metric ودي الفورمولا بتاعته، اللي هو الdwell impressions وهنوضّح إيه اللي هو الdwell impressions على الtotal impressions وتضربه في 100. الtotal impressions كده أصلًا بيبقى موجود عندك في الplatform by default يعني هتلاقيها في الmetrics اللي كده بتبقى موجودة. الdual impressions دي برضه موجودة as a default ما بين الmetrics اللي موجودة، بس محتاج تعرّفها، نقسّمها. الdual impressions دي عبارة عن إيه؟ حد عمل hover على الإعلان، حد interacted مع الإعلان، حد حد شاف أول 3 ثواني، شاف 25%، شاف 50، 75، 100، 90%، كل الناس اللي شافوا الcreative بس ما ضغطش على الإعلان، تمام؟ نرجع تاني، ما ضغطش على الإعلان، فأنت هتاخد كل الmetrics اللي الuser ممكن يعملها قبل ما يدوس click تمام؟ على الفيديو بتاعك، فهتجمّع كل الmetrics دي وتقسمهم على الtotal impressions وتضربهم في 100 هتطلع لك الpercentage بتاعة الmetric ده اللي هو الdwell rate. طيب إيه الفرق لمّا أنا أركّز على الdwell rate وإن أنا أركّز على الCTR في الperformance marketing؟ إن أنا عندي 1000 زي ما قُلنا، في 200 منهم بس هم اللي ضغطوا على الإعلان، فأنا قاعد باشوف ال200 دُولة عملوا إيه عندي في الإعلان وبابتدي أعمل remarketing ليهم.
بس أنا في 15% ما ضغطوش على الإعلانات، بس هم عميل محتمل وalready صرفت عليهم برضه فلوس، فأنت بتخسرهم. فهو الdwell rate ده ممكن يبقى هو ال15% بتوعك، وفي 98% آآ ما ضغطوش على الclicks خالص، بس في 15% منهم اتفاعلوا مع الإعلان بتاعك بس ما عملوش click، فأنت ليه تخسرهم؟ طيب دي campaign، تمام؟ لو هافكّر بالmindset بتاعة الperformance marketeer، آدي campaign 2، 3، 4، 5، 6، تمام؟ لو أنا performance marketeer وباركّز على الCTR إن هو ده الmetric اللي هيعرّفني نجاح ال 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 الcampaign بتاعتي، فأنا هاجي هنا أقول والله الcampaign دي فيها الفيديو الفلاني اللي جايب لي CTR حوالي 3.5%، وعندي ال2 campaigns دُولة فيهم فيديوهات مش مكمّلة ال2% CTR. هوب هاعمل إيه؟ أحسن قرار أنا هallocate الbudget بتاعتي، هابوظ ال2 campaigns دُولة، وهادّي الbudget بتاع ال2 campaigns دُولة لأحسن campaign عندي جايبة لي CTR، بحيث إن أنا أقدر أوصل لأعلى رُؤاز. مش ده الطريقة اللي بيفكّر بيها الperformance marketers؟ طيب إيه رأيك نيجي نبُص لها من الmindset بتاعة الperformance آمم brand الperformance branding؟ هنلاقي هنا هنا في CTR عالي، لكن الdwell rate هنا مش مكمّل 5%، لكن بالرغم من إن أنا عندي CTR هنا قليل، بس عندي هنا الdwell rate 14%، فهنا أنا عندي potential إن أنا أحقق نتايج أعلى من الcampaign دي أو من الcreative ده. فوق أنا ما عنديش فرص لpotential customers مع الcreative ده، فهمت؟ فأنت هنا كنت مركّز على 2%، مجرد ما عليوا 1.5% خلاص منبهر، مع إن هنا عندك 1.5% هيتحط عليهم 14%، يعني هتبقى وصلت ل15% من الaudience بتوعك مهتمين بالservice أو الproduct اللي أنت بتقدّمه. الفرق بس إن أنت مش عارف إذا كانوا هم جاهزين دلوقتي والّا بُكرة والّا بعده للشِرا، وده جزء الremarketing بتاعك. فأنت لمّا تيجي تحسب بقى الROI بتاعك بعد ما صرفت remarketing على ال14% دُولة وال1.5% دُولة، هتلاقيها زي ما بيقولوا كده مجازية معاك. طيب ونيجي هنا لطريقة تانية بتبُص لها إن أنت لو عايز تقيس النجاح، لو بصينا مثلًا هتلاقي دُولة campaigns مختلفة، تمام؟ الcampaigns دي اللي باللون الأزرق ده كان عدد الaudience بتاعه حوالي 41,000، طلع في الشهر اللي بعده ل71,000، تمام؟ فأنا دلوقتي أصبح إن أنا باركّز على الaudience growth month over month، تمام؟ طيب يبقى أنا هنا المفروض أركّز على الإيه، الaudience growth rate، أنا هاصرف قد إيه وهاقدر أجمّع آآ بالcreative ده audience قد إيه. فهنيجي مثلًا هنا هنلاقي إن إحنا خلاص إحنا بنshift طريقة التفكير بتاعنا من إن أنا هاصرف قد إيه وهاجيب عوائد قد إيه، أنا هاصرف قد إيه وإزاي هاجيب عوايد، وإزاي هاجيب كمان في نفس الباسكت ناس احتمال يشتروا منّي قدّام. فهنرجع تاني لنفس الطريقة بتاعة اللي إحنا اتكلّمنا عليها، وهي فكرة إن إحنا بنbuild warmer audience، فبالتالي بيبقى عندنا warmer leads. طيب وهنا عندنا مثال حقيقي، لو جينا قُلنا الEX Head of Performance في شركة اسمها ABAC، دي اللي كانت ماسكة الperformance بتاع Netflix، فكان بيقول إن أغلب الcampaigns اللي كان فيها CTR عالي جدًا،
كان الintent بتاع الuser بتاعها قليل، فمعنى إن أنا كان ممكن يبقى عنده campaign فيها 5% CTR بس الdwell rate مثلًا مش كاسر 4%، بس زي ما شُفنا في بقية الcampaigns التانية في المثال اللي قبل كده، إن بيبقى عنده campaigns فيها 1.5% CTR بس عنده dwell rate 20%. بس كده، أتمنى يكون الفيديو ده عجبك، ويا ريت تشيّره مع زمايلك، وتقول لي الfeedback في الcomments، ولو عندك أي ملاحظات نتجنبها الفيديوهات الجاية، ولو عندك مواضيع حابب إن إحنا نتكلم عنها برضه اذكرها لي، وأشوفكم في فيديو تاني.